السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل البيتي فور بدون مضرب بيض ولا عجان. بالنسبة للناس اللي خايفة الوصفة والمقادير ما تنجحش معاهم، فحابة اقول لكم دي اسهل وصفة ممكن تجربيها وان شاء الله تعجبك وتقوليلي رأيك في الكومنتات. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، لايك وشير كتير للوصفة، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. يلا بينا نتعرف على مقادير الوصفة. معايا 450 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، والزبدة دي انا مستعملاها فرن، و120 جرام سكر بودر ونخلاه قبل ما استعمله، و550 جرام دقيق برضو نخلاه قبل ما استعمله، و3 صفار بيضة وبيضة كاملة وفانيليا. اهم حاجة تحاولي تشتغلي في بولة واسعة علشان تقدري تقلبي المقادير مع بعض. حطيت الزبدة والسكر البودر واحاول اقلبهم وامزيج المكونات كلها مع بعض، وحاولي ما تهدريش اي حاجة من المكونات او الوصفة علشان كل ذرة فيها مهمة. انا بحاول امزج الزبدة مع السكر البودر. طبعا السكر البودر مهم جدا ان انتي تنخليه قبل ما تستعمليه، قبل ما تعملي مقادير الوصفة. انا بحاول بس امزج معاكي الزبدة مع السكر البودر بالشكل اللي انتي شايفاه ده لحد ما يبقى القوام كريمي، وتحسي ان لون الزبدة لونه بقى فاتح. بكرر تاني، الزبدة اللي انا مستخدماها هي زبدة فرن، ممكن تستخدمي اي زبدة تانية، بس يعني انا بقولك علشان تحاولي تجيبيها مثلا، هي مش اعلان ولا حاجة، بس علشان يعني المقادير مش تبوظ منك. طبعا عملية المزج ديت بتاخد وقت، يعني مثلا خدت معايا 8 دقايق. انا قلت اعمله من غير العجان او مضرب البيض علشان الناس اللي مش متوفر عندها مضرب بيض او عجان. لا هو عادي، يعني ممكن يتعمل على الايدين عادي، بس هي هتاخد معاكي شوية وقت. يعني خدت معايا بالظبط 8 دقايق لحد ما وصلت للقوام ده. دلوقتي هضيف لصفار البيض، بضيف صفار بيضة. هما عندي 3 صفار بيض، بضيف صفار واحد واتوهه مع السكر والزبدة، وبعدين اضيف تاني، اضيف الباقي. يعني اول ما احس ان اول صفار اختفى بمزج كويس جدا. طبعا قبل ما اضيف البيض لازم يكون معايا القوام كريمي وهش، ما ينفعش اي حاجة تكون مكلكعة. لازم الزبدة مهم جدا تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان تقدري تمزجيها مع السكر البودر. انا بحط تاني بيضة معاكم، بأكد تاني 3 صفار بيض وبيضة كاملة. طبعا صفار البيض بيخليه ناعم، والبيضة الكاملة بتخليه هش وكمان مقرمش. فنحاول نلتزم بالمقادير علشان الوصفة تنجح معانا. طبعا انا بضيف المكونات واحدة واحدة، كل ما خلاص البيضة تختفي بروح ضايفة بيضة كمان لحد ما اخلص البيض كله. دلوقتي هضيف معاكم التالت صفار واحاول امزجه مع المكونات كويس جدا. هي بس عملية ضرب الزبدة مع السكر البودر هي اللي ممكن تاخد وقت شوية ومجهود، لكن بعد كده لا، كل حاجة سهلة جدا. اهم حاجة لما تيجي تضربي الزبدة مع السكر البودر لازم يكون القوام كريمي وهش، ولازم تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، والزبدة يكون نوعها كويس. النوع الزبدة اللي هتستعمليه يكون كويس، لان حقيقي انا جربت وصفات قبل كده كتير وكان العيب مش من المقادير، لا من الزبدة. فحاولي يكون نوع الزبدة اللي هتستعمليه يكون كويس جدا وانتي واثقة فيه يعني. دلوقتي بقى هضيف البيضة الكاملة واحاول امزجها كويس مع المكونات. هتحسي ان القوام اختلف اول ما تضيفي البيضة الكاملة، ما تقلقيش خالص.
بأكد تاني، الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، البيض بدرجة حرارة الغرفة، السكر البودر منخول، الدقيق منخول. انا تقريبا كده بمزجت المكونات كلها مع بعض، البيض مع السكر البودر مع الزبدة. دلوقتي هضيف الدقيق. طبعا انا عارفة ان عجينتي هتحتاج 550 جرام من الدقيق، لكن طبعا الدقيق نوعه بيختلف من شخص للتاني، فانتي هتضيفي واحدة واحدة. واحنا في اول ما تحطي الدقيق احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينة. احنا مش عايزين الدقيق يعمل عرق معانا، علشان ده في الاول وفي الاخر بيتي فور زي البسكوت كده. فطبعا احنا بنلم مش بنعجن، ده حاجة مهمة جدا. وتحطي الدقيق واحدة واحدة لحد ما العجينة تظبط معاكي. طب العجينة تظبط معايا ازاي؟ طبعا احنا قلنا الدقيق بيختلف من شخص لآخر. انا كواحدة، انا في الفيديو ده اللي انا عاملاه انا مستعملة الدقيق اللي هو الدقيق كحك، بس الشكاير الكبيرة. يعني في مثلا في محلات مستلزمات الحلويات دي مخصص للكحك والبسكوت، بس شكاير كبيرة، مش مغلف على قد الكيلو، لا شكاير كبيرة كده. انا جبته علشان مثلا لو في ناس مش هتقدر تجيب مثلا دقيق الكحك والبسكوت اللي هو مغلف اللي هو بيبقى كيلو. طبعا انت لو متوفر عندك وعايزة تستعمليه ده كويس جدا، هيديكي نتيجة اجمل واجمل كمان. لكن انا مستخدمة دلوقتي دقيق الكحك والبسكوت، لكن اللي هو الشكاير الكبيرة. طبعا هو متوفر في محلات مستلزمات الحلويات، وكمان متوفر في بعض محلات البقالة يعني القريبة منك، فممكن تستعمليه يعني. الوزن 550 جرام. طب انا مثلا مش عارفة، مش عايزة مثلا بالجرام، ممكن تجيبي نص كيلو وتضيفي عليه 3 معالق من الدقيق، هو ده 550 جرام، 3 معالق طعام. ومهم جدا يكون جنبك دقيق زيادة، يعني يبقى مع جنب منك دقيق زيادة، علشان احنا قلنا الدقيق بيختلف من شخص لآخر. انا مستعملة دقيق كحك وبسكوت، اللي هو دقيق اللي هو الشكاير الكبيرة، علشان في ناس بيبقى مش متوفر عندها الدقيق اللي هو متوفر بتاع الكحك والبسكوت اللي هو بيبقى كيلو بيتباع في السوبر ماركت، فبتبقى مثلا متخوفة ان هي تعمل الوصفة. لا عادي اعمليه، انا متعمدة ان انا اعمله في الفيديو علشان اشجعك ان انت تعمليه، ان انت ما تقلقيش، مفيش خوف. ده بقى شكل العجينة بعد ما خلاص ضفت الدقيق. طب اعرف ازاي ان العجينة جاهزة معايا ان انا احطها في القمع؟ لما تضيفي صبعك كده ما يطلعش فيه عجين. لو لقيت فيه عجين وبتلزق، ضيفي معلقة دقيق بمعلقة دقيق. مهم جدا تضيفي معلقة بمعلقة، وبرضو لازم تكون العجينة طرية في نفس الوقت وما بتلزقش عشان تعرفي تحطيها في القمع. مهم جدا تضيفي الدقيق معلقة بمعلقة علشان ما تقلبش معاكي عجينة مكنة. لو ضفتي دقيق كتير ممكن تقلب معاكي عجينة مكنة وما تعرفيش تتصرفي فيها. ممكن يكون الدقيق بتاعك يحتاج معلقة او 3 معالق او معلقتين، على حسب الدقيق اللي انت مستعملاه فوق المقدار اللي انا قلتلك عليه. ممكن ما يحتاجش خالص. دلوقتي بقى اخدت تلت العجينة وهخليها شوكولاتة. ضفت معلقة صغيرة من الكاكاو وعليها معلقة كبيرة من الزيت، وبخلط الكاكاو مع الزيت كويس، وبعدين هضيفه على العجينة. ما ينفعش خالص تضيفي الكاكاو قبل ما تضيفي عليه الزيت على العجينة علشان ممكن تبوظ منك. اهم حاجة تتبع الخطوات اللي انا قلتلك عليها علشان الوصفة تنجح معاكي. ودلوقتي بخلطها وبقت عجينة شوكولاتة جاهزة انها تتحط في القمع وتتشكل على طول. مهم جدا اول ما العجينة خلاص خلصتيها تحطيها في القمع وتشكليها على طول.
العجينة ما بترتاحش خالص، خصوصا لو هتشكليها بالقمع. طب نفترض ان انا مثلا عندي مكنة، في ناس بيبقى عندها مكنة وعايزة تستعملها، نفس المقادير ونفس المكونات والخطوات، بس هنريح العجينة لمدة ساعة في التلاجة ونبدأ نشتغل بيها بالمكنة عادي، وهتظبط معاكي وهتنجح. او ممكن تضيفي ربع كوباية من الدقيق وتقلبيها مع المكونات مع المقادير، وتبدأي تشتغلي بالمكنة على طول. شايفين انا دلوقتي بشكلها معاكم، مش بتنزل من القمع بسرعة، وده دليل نجاح العجينة، ومش تقيلة على القمع بحيث ان هي تضايقني وانا بشكلها. فمهم جدا تضيفي الدقيق واحدة واحدة. لو حسيتي العجينة بتلزق، مهم جدا تضيفي الدقيق واحدة واحدة علشان ما تقلبش معاكي عجينة مكنة وما تعرفيش تتصرفي فيها. شايفين انا بشكلها بكل سهولة وبتنزل من القمع بكل سهولة، مجرد ضغطة بسيطة على القمع وبتتشكل بكل سلاسة يعني. ورقم البلبلة اللي انا مستخدماها هسيبهولكوا في صندوق الوصف عشان لما تيجي مثلا تشتري، علشان لو حد سأل يعني. والقمع ده انا كنت جايبة قمع قماش، ممكن تجيبي قمع ورق وتستعمليه مجرد استعمال مرة واحدة. ده شكلها بعد ما خلصتها. بشكل دلوقتي معاكم الشوكولاتة، فيها جزء يعني كان في جزء من العجينة ابيض، رحت ضفته مع الشوكولاتة فعمل الميكس ده. طبعا انا بضيف وانا بشكل معاكم كده هقولك بعض المعلومات المهمة عن التسوية. طبعا لما تيجي تسويه بتسويه على درجة حرارة 135 في الرف اللي في النص. لو عندك مروحة توزيع حرارة بتشغليها، بتظبطي التايمر بتاعك على 10 دقايق، مبياخدش 10 دقايق في الفرن وتلاقيه ويكون جاهز. بتعرفي منين؟ بياخد لون ذهبي خفيف جدا من القاع، ولو عايزة تفتحي عليه الشواية ياخد لون اوف وايت، لون سكري من الوش. وخلاص وبتطلعيه من الفرن. مهم جدا ما تحركوهوش وهو لسه ساخن من الصينية او الصاج اللي انت مسويه فيه. كمان بعد ما يهدى خالص بتشيليه في علبة محكمة الغلق، او مثلا لو مش عندك علبة ممكن تجيبي شنطة وتحطيه وتقفلي عليه علشان ما يطرش معاكي. خلاص كده ده شكله النهائي. ده بعد ما خلاص عملت الكمية كلها. ده كمية الشوكولاتة. طبعا كمية الشوكولاتة دي ترجعلك على حسب افراد عيلتك بيحبوا ايه. وخلاص كده ده الشكل النهائي بتاعه بعد ما استوى. مهم جدا تتبع الخطوات اللي انا قلتلك عليها علشان يطلع معاكي بالشكل ده. وان شاء الله هحطلك البلبلة اللي انا استعملتها في صندوق الوصف. دلوقتي بقى هبدأ اشكله معاكم. دلوقتي دي اكياس مربى. انا قلت يعني ايه سهلة، بدل ما اجيب مثلا برطمان واحط في طبق واعمل بالمعلقة، حسيت ان دي اسهل. لو متوفرة عندك ممكن تستعمليها. دي الشوكولاتة دي نوتيلا، انا كنت عاملاها ونزلتها على القناة. هحط لكم ان شاء الله اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ده جوز الهند، وكان معايا برضو فورماسيل وشوكولاتة بيضة. طبعا التزيين ده يرجع ليكي على حسب انتي بتحبي ايه. لو عندك مثلا مكسرات مجروشة هتبقى كويسة جدا. يعني التشكيل ده بيرجع للشخص نفسه. بس حاجة مهمة يعني حابة ان انا اقولها لك. مهم جدا لما تيجي تشكليه، شكليه قبل مثلا المناسبة بيوم. يعني مثلا شكليه يوم الوقفة، يعني بعد خلاص ما استوى وخلاص هتعينيه في علبة الحفظ بتاعته. لما تيجي بقى تحطي عليه الشوكولاتة وجوزة الهند والحاجات دي،
تعملي الحاجات ديت قبل الوقفة بيوم علشان بحس ان هو بيطرى. طبعا طريقة الاشكال كتير، وانك تشكلي طبعا ده حاجة ترجعلك. يعني ايه الافكار طبعا دايما كتير، بس انا حبيت اسهل عليكم الفكرة ان انت ممكن تعملي البيتي فور باي نوع من انواع الدقيق، بس اهم حاجة تتبع الخطوات اللي انا قلتلك عليها خلال الفيديو والنصايح، وان شاء الله تجربيه ويعجبك وتقوليلي رأيك في الكومنتات. بعمل بقى معاكم واحدة شوكولاتة مثلا، وفي برضو ناس ما بتحبيهوش متزين او عليه اي حاجة، انتي ممكن تاكليه من غير اي تزيين او اي حاجة. وان شاء الله بعد الفيديو ده هنزل لكم طريقة لطرق تشكيل البيتي فور، كذا طريقة يعني، بدون المكنة وبدون القمح وبنفس العجينة اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو اللي احنا اشتغلنا بيها خلال الفيديو. ان شاء الله هنزله لكم بعد الفيديو ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا.